لو محتارة تشتري ميكروويف، تعالي شوفي الفيديو ده. ولو لسه مشتركتيش في القناة، انزلي اشتركي في القناة، دوسي على علامة اشتراك. النهاردة يكون معانا جولة عن الميكروويف والفرن. ولازم تشوفي المكان اللي هتحطيه فيه، عشان لازم يكون المكان اللي هيتحط فيه يكون آمن جدا. واحنا النهاردة في فرع المحلاوي، فرع العاشر، في هايبر المحلاوي فرع العاشر مدينة نصر. ولازم تجيبي الماركة اللي عليها اقبال، وانصحك انك تشتري مايكروويف فرن. واحنا هنا معانا ماركات كتير. هنا طبعا ماركة سمارت، هنا 25 لتر زي ما احنا شايفين كده. هو 5 مستويات للتشغيل، خاصية فك التجميد، تنبيه عن انتهاء الطبخ. مدة الطهي بتصل ل35 دقيقة. زي ما انتوا شايفين ساعته كبيرة جدا. تمام. وهنا معانا فريش، ماركة فريش برضو، وكمان ده تورنيدو، بس ده فرن عامل 1349. وهنا معانا برضو فرن برضو عامل 1200. ما هي مواصفات الميكروويف الجيد؟ احرصي على ان تتراوح سعة الميكروويف من 1 أو إلى 2 قدم، حتى يكون سعته كبيرة وياخد كمية من الأطباق الحجم الكبير. واهتمي ان يكون في سرعات متنوعة. وكمان لازم جهاز الميكروويف يكون مزود بقفل امان من عبث الاطفال. ايه هي بقى معانا مميزات الميكروويف في البيت؟ لو احنا هنجيب ميكروويف، هو بيوفر لك النظافة من اثر الطبخ، وهو كمان ما بي يعني لا ينتج عنه اي دخان او اثار عنيدة صعبة ان انت تشيليها بعد كده زي الفرن او البوتاجاز. وكمان سريع وللوجبات الخفيفة، وبيعمل على تسخين الطعام بشكل اسرع من البوتاجاز والفرن. وكمان الطعام بيحتفظ بقيمته الغذائية والفيتامينات اللي فيه. طيب ايه هي عيوب الميكروويف؟ ان هو ممكن يتعرض للانفجار لا قدر الله لو احنا ما قمناش باتباع الارشادات او التعليمات المرفقة مع الميكروويف اللي بتبقى موجودة مع اي ميكروويف. في تعليمات وفي كمان اطباق معينة ان احنا نسخن فيها الاكل داخل الميكروويف. لازم الاطباق المخصصة موجودة في اي محلات الادوات المنزلية، بتبقى مخصصة للتسخين داخل الميكروويف عشان نتجنب اي خطر. ما ينفعش نجيب اي طبق وندخله الميكروويف ونسخن فيه الاكل. وهنا جينا في اخر الفيديو، وحبيت كمان اقولك ان انت لو عندك الفرن بتاع البوتاجاز كويس، مش محتاجة ان انت تجيبي فرن، لان الفرن الكهرباء بيسحب كهرباء شديد كتير جدا. ولو هتجيبي ياريت تجيبي مايكروويف فرن، وده هينفعك اكتر في الاستخدام. وهنا اكون وصلت لنهاية الفيديو بتاعي. يا رب اكون فدتكم النهاردة ولو بمعلومة صغيرة عن الميكروويف او الافران. واشوفكم على خير في فيديو جديد. ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك للقناة. اشوفكم على خير في ريفيو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.